يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست قعدة سينما على بوديو. النهاردة هتكلم على واحد من الأفلام اللي بحبها، ويمكن البعض بيشوفه مجرد فيلم عن فيسبوك، وأنا بختلف مع الرأي ده جدا لأني بحس إن هو ليه معنى أكبر وأوسع من كده. ويمكن هستعين بكلام مؤلفه إن الفيلم تناول أفكار ونقاط تم تناولها في الأدب من آلاف السنين، يمكن شكسبير نفسه تناولها. وفيلمنا هو The Social Network، إنتاج 2010، إخراج المخرج الكبير ديفيد فينشر. الفيلم من تأليف إيرون سوركين عن كتاب The Accidental Billionaires لبن ميزريك، وبطولة جيسي آيزنبرغ، أندرو جارفيلد، جاستن تيمبرليك وآرمي هامر. الفيلم عمل له الموسيقى ترينت ريزنر وآتيكس روس، وحصدوا عليها جائزة الأوسكار، والحقيقة كانت مميزة جدا. وخلينا نفتكر مع بعض الفيلم بيحكي عن إيه. الفيلم بيحكي قصة إنشاء مارك زوكربيرج الطالب في جامعة هارفارد منصة فيسبوك، وإزاي إن القصة بدأت من مجرد خناقة مع بنت قررت ما تكملش معاه في علاقة، فكتب عنها في البلوج بتاعته بشكل مش كويس، وفكر يعمل موقع اسمه فيس ماش يقيم البنات بدرجات كده من ناحية الجمال ومين أتراكتيف أكتر، واللي يعني بتاخد درجات أعلى بتكمل. والحكاية دي كانت على مستوى جامعة هارفارد، واستعان بإدواردو سافرين صديقه في الجامعة في قصة إنشاء الموقع من الناحية التقنية. وطبعا الموقع عمل مشكلة تقنية على مستوى الشبكة في جامعة هارفارد، وأخلاقية على مستوى الجامعة برضو، واتعمل له زي محاكمة صغيرة كده جوه الجامعة. بس مارك بيتشهر في الجامعة وبيجذب نظر الثلاثي المكون من تايلر وينكلفاس وكاميرون وينكلفاس، اللي هم توأم، وديفيا ناريندرا، وبيفكروا في الاستعانة بيه علشان يعمل لهم موقع تواصل اجتماعي جوه الجامعة معتمدين على الإيميلات بتاعة الطلاب والناس اللي متخرجين من الجامعة، يعني اللي معاه إيميل من هارفارد يقدر يساين اب. فمارك بيقلب الفكرة كده في دماغه، وبيرجع لإدواردو اللي ما يعرفش حاجة عن العرض بتاع الثلاثي، وبيعرض عليه ما تيجي نعمل فكرة الفيسبوك. وهنا بيبدأ الصراع مع الثلاثي، ومع الوقت بعد إطلاق فيسبوك بيتطور الصراع، إن هو بيبقى فيه صراع مع إدواردو بجانب الصراع القائم مع الثلاثي. وصراعه مع إدواردو بيكون بدافع أحقاد قديمة جدا بينهم، وبيوصل لذروته بدخول شون باركر اللي لعب دوره جاستن تيمبرليك في الصورة، خاصة مع اختلاف تفكير باركر مع إدواردو. وخلينا نتكلم شوية كده عن بداية المشروع والحكاية جت ازاي، لأن أعتقد كلام مؤلفه إيرون سوركين عن المشروع شوية هيقدر يخلينا نفهم فلسفة الفيلم إلى حد بعيد يعني. رغم إن الفيلم مأخوذ يعني عن كتاب، بس الاتنين السيناريو والكتاب اتكتبوا بالتوازي، ودي حاجة غريبة شوية وما بتحصلش في العادي يعني. والواقعة دي بقى بدأت لما الناشر بتاع الكتاب كان بيحاول يبيع الكتاب لتحويله الفيلم، وده طبعا عشان يزود أرباحه، فكان معتمد على ملخص من 14 صفحة هيسوقهم يعني وبيوزعهم على الناس في هوليوود، عشان ايه يقدر يعني حد بقى يقول خلاص المشروع ده تبعنا وهنشتغل عليه. فوصل الملخص ده لسوركن، اللي مع الصفحة التالتة اتصل بوكيله وقال له أنا عايز أعمل الفيلم ده خلاص. وبدأ يشتغل على الفيلم بالتوازي مع مؤلف الكتاب، وحسب كلام سوركن إن هو حتى ما بصش على الكتاب إلا لما السيناريو كان تقريبا بيخلص، يدوب مقابلات بسيطة مع المؤلف. بس في الحالة دي كان السؤال المهم في واقعة زي دي بالنسبة لي، إيه اللي يخلي واحد زي سوركن كاتب مهم كده يتحمس لمشروع من الصفحة التالتة ويكتبه بدون الاعتماد على الكتاب ذات نفسه؟ والإجابة كانت من عند سوركن لما دورت إنه لقى فيرجنز أو نسخ مختلفة من الحقيقة، لأن كل طرف بيحكي من وجهة نظره إيه اللي حصل، وبدل ما يختار وجهة نظر محددة يتبناها الفيلم، هو طرح الحكاية بتاعت كل طرف. ودي الحقيقة اللي خلى الصراع في الفيلم يبقى حاجة قوية جدا، خلى المشاهد قادر هو نفسه يكون وجهة نظره ويشوف الصورة من بعيد. كان عندنا صورة بانورامية، يعني نقدر نقول كده ان احنا بنتفرج على ماتش وبنشوف كل فرقة بتعمل ايه، عارفين فكرة انك بتتفرج من الاستاد او بتتفرج في المسرح. دي كانت كشف الصورة وكشف لنا اطراف الصراع كله. وحسب كلام سوركن الفيلم ده مش عن فيسبوك، لكن عن الصداقة والولاء والغيرة والخيانة. ودي الحاجة اللي قلتها في الأول، إن الفيلم تناول حاجات وتيمات طرحها الأدب من زمان جدا.
فكل العناصر الكلاسيكية دي قدر كمان بقى إن هو يقدمها في قالب حديث جدًا. واللي كان إضافة كبيرة كمان للفيلم هو حوار سوركن القوي المركز السريع، خاصة إن إحنا لو دورنا ورا سوركن شوية هنلاقي إن عنده حب كبير جدا للمسرح، ودايما بيقول إن الحوار بالنسبة له من وهو طفل وقع على ودانه زي الموسيقى. فيعني الحوار أحيانا بيخلينا على قد ما هو طويل ويعني وسريع بنقدر يجذبنا جدا لأن هو مركز وقوي. وعلى فكرة الحوارات الطويلة أحيانا بتكون حاجة خطر على السيناريو، بس هنا مع تماسك الحوار وتركيزه سوركن قدر يخلي الحوار هو الطويل ده نقطة قوة كبيرة جدا. وده بان من أول مشهد اللي جيسي أيزنبرج بيتكلم فيه بسرعة جدا، ويمكن حتى المشهد بادئ من أول ما يعني احنا بنشوف اللي هي استوديو كولومبيا، وبعد كده قبل ما الصورة بتختفي بيبدأ يتكلم. والمشهد ده حوالي 9 صفحات وهو عدد كبير طبعا من الصفح، بس الشرط الرئيسي كان السرعة دي والريتم ده. وجيسي ايزنبرج يمكن تقريبا كان بيقلد ايرون سوركن، والفكرة دي كانت ناجحة جدا وكانت مدخلنا للشخصية وللفيلم، وقدرنا نتعرف على الشرارة الأولى لفكرة إنشاء الموقع والأحداث انطلقت إزاي، وعرفنا كمان كتير عن مارك نفسه، بس كل ده من حوار في 9 صفحات. وزي ما قلت إن الفيلم كله يعتبر بادئ من عند إيرون سوركن، فيعني الاستوديو كان رشح إن إيرون سوركن هو اللي يخرج الفيلم. الحقيقة الراجل ما كانش مستعد رغم إن هو دلوقتي بقى بيخرج وعمل موليز جيم وعمل أفلام كتيرة يعني، والراجل بصراحة ناجح وأفلامه ناجحة. فهو زي ما قلت هو ما كانش مستعد أوي لخطوة زي دي، فيعني اطرح اسم ديفيد فينشر، فيلا نبعت لديفيد فينشر. وهو كان بيقول أنا يعني كنت حاطط إيدي على قلبي إن فينشر ما يقبلش. فبعد وقت قليل جدا يمكن ساعات بسيطة ديفيد فينشر رد إن هو خلاص معاهم في المشروع. وهنا بقى كلام سوركن عن إن تعاونه مع فينشر كان استثنائي بسبب المعروف عن فينشر إن هو بيستخدم أسلوب بصري مميز. ويمكن اللي اتفرج على أفلام زي فايت كلاب 7 زودياك هيلاقي فعلا إن الأسلوب البصري بتاع ديفيد فينشر مميز جدا وممتع جدا. والعكس بقى إن سوركن دايما بيقول إن هو يعني بيكتب عن ناس بيتكلموا قاعدين بيتكلموا في الأوض، فإزاي هتقدر إنك يعني تجيب واحد بالعقلية دي يخرج سيناريو لواحد بالعقلية دي؟ بس الحقيقة كان التناغم بينهم كبير، وديفيد فينشر أخد المستوى والأسلوب البصري المميز بتاعه ودمجه مع حوار ايرون سوركن القوي والقصة المميزة اللي عاملها، وكل ده طلع لنا في الآخر المنتج العظيم ده. ويمكن بصمات ديفيد فينشر مش هنقدر نقول إن الفيلم كان مقتصر على شغل سوركن القوي، لأ بصمات فينشر كانت واضحة ومميزة. ويمكن حتى من أبسط الحاجات اللي مش هنقول إن هي مثلا محتاجين نركز في تصوير أو في موسيقى أو مونتاج أو أي حاجة، كفاية أداء الممثلين. ويمكن اللي عايز يعرف بصمات فينشر ممكن يشوف البروفات بتاعة الفيلم المتاحة على اليوتيوب، هيقدر يشوف ازاي كان هو بيدي كده زي تيبس كده للممثلين ازاي ده يتقال بالشكل ده، الرياكشن ده يطلع ازاي. فكان الموضوع حقيقي عظيم جدا. الفيلم كان زي ما قلت بقى تجربة مختلفة جدا لفينشر، لان هو يمكن تلاقوه مميز في افلام السسبنس، يمكن تحديدا انا بحب شغله جدا في الحاجات اللي بقى فيها ثريلر او سسبنس شوية. فهو بقى كان عايز يجدد خالص، قال انه مش هيتعامل مع نجوم في الفيلم، ويمكن هو طبعا افلامه بيبقى فيها نجوم يعني ابرزهم براد بيت، فكان شايف ان هو يعتمد على شباب سنهم من 20 ل 25 سنة. وعلى الجانب الاخر انا حبيت برضو اعرف ايه اللي شد فينشر للفيلم. نقدر نقول ان اللي شد فينشر للفيلم حسب كلامه هو الشكل الحديث للبزنس وازاي تأثير التكنولوجيا كمان، ودي حاجة تمثلت جدا بالنسبة له في حالة فيسبوك. هنا بيقارن ازاي لو حد كان عايز يصنع حاجة مثلا او يعمل شغل مثلا، هو كان بيتكلم عن نموذج هنري فورد. فقال مثلا كان واحد يعمل حاجة بيبقى قدامه تحديات بقى ان هو هيبني مصنع ويعين عمالة ويدربها ويوزع منتجاته وغيره من مراحل الصناعة، بس هنا التحديات مختلفة. هنا واحد قاعد في اوضته مع اصحابه في الدورمز او السكن الجامعي بيتكلموا كده، فطقت في دماغه فكرة وبعدها بخمس ست اسابيع الموضوع بقى خلاص هو موجود على كمبيوترات 600 بني آدم. وبعد 6 سنين بقى خلاص هو موجود في حياة 500 مليون بني آدم بقى خلاص بقى بالموبايلات سواء بقى أو بالكمبيوترات حسب يعني كل واحد بيستخدم فيسبوك ازاي.
ففكرة الbusiness model الجديد دي كانت جاذبة جدًا لفينشر لإنها بتوضّح إزاي العصر اتطوّر، وفينشر الحقيقة عرف يعبّر عن أفكاره دي ويدمجها مع شغل سوركن زي ما قُلت، باستخدام أدوات عجبتني جدًا للتصوير، المونتاج، الموسيقى، كان شغلهم كلّهم مميز جدًا، والناس اللي اشتغلت عليهم كانت ممتازة جدًا. وخلّيني أبدأ بالتصوير اللي حسب كلام جيف كروننويث وهو واحد من الناس اللي بيتعاملوا مع فينشر، وعلى فكرة معظم الناس اللي بتوع التصوير والمونتاج والموسيقى دائمين التعاون مع فينشر، فعشان كده تحس إن الأسلوب مميز جدًا. فكروننويث وهو اترشح للأوسكار عن الفيلم ده ولم يحصدها يعني، الفيلم بيقول إن هو كان مُعتمد زي ما قُلنا على الحوار والتحدي إن المستوى البصري يكون مش مُعتاد، وعلى نفس قوة الحوار، لإن على فكرة الحوار بدون مستوى بصري جيد ممكن يعني يزهقنا. فكان القرار بالنسبة لهم إن شكل الإضاءة تحديدًا جوّه هارفارد يكون بالشكل ده، لإن الجامعة قديمة ومش modern، وإحنا واخدين بالنا إن الفيلم يعني بيدور في أجواء مظلمة شوية، ويمكن على قد ما هو فكرة إن الجامعة قديمة ومش modern، حسيت برضه إن يعني الضلمة دي ليها معنى، يعني الفيلم مش طابعه سعيد، ويمكن الصفات والمشاكل اللي فيه تخلّي إن الضلمة دي بتدّينا يعني بتدعّم فكرة الفيلم، ودي كانت حاجة مميزة جدًا. فزي ما قُلت إن الthemes دي اتدعّمت بالإضاءة دي، وكمان هو كانوا عايزين يخلّوا إن الموضوع واقعي جدًا زي ما قُلنا على قصة الجامعة، واللي زوّد التحدي أكتر وأكتر إن جامعة هارفارد رفضت التعاون والتصوير جوّه الجامعة عندهم، ففريق التصوير عمل مجهود كبير جدًا في إن هو طبعًا الحاجات الداخلية دي الproduction design كان تعاون فيها مع التصوير إن هم يطلعوا لنا الصورة الجيدة دي جدًا، بس كان كمان في تحدي إن هم يصوّروا الجامعة من برّه بشكل بانورامي، وعشان اللي هو الحاجات اللي إحنا بنشوفه وهو داخل جوّه الجامعة، ودي ما كانتش بسيطة خالص، ولو حد اتفرّج الحاجات دي إزاي اتصوّرت، الموضوع كان صعب جدًا، وكان في tricks كده ذكية جدًا من فريق التصوير كلّه. بس أنا بشكل شخصي من أكتر بقى المشاهد اللي شدّتني وعجبتني وحسيت إن التصوير فيها ذكي جدًا، وكل القرارات كانت موفّقة. كان في مشهد في الnight club بين مارك وشون باركر أو جيسي أيزنبرج وجاستن تيمبرليك، وتم استخدام أنوار الكلاب بشكل مبهر، ويمكن هنا فينشر اتكلم إن المشهد ده كان ممكن يكون فيه طرق كتير جدًا لتصويره، لأن هم قاعدين في كلاب وقاعدين على ترابيزة، فممكن بقى يفضل يلف بالكاميرا حوالين الترابيزة وحاجات كده، بس كان أهم حاجة عنده إنه يبان وش مارك وهو بيسمع الكلام، وزي ما قُلت الأضواء كانت مبهرة جدًا وكانت بتتسلط مع الكلام بشكل مميز جدًا، وقرارات فينشر مع التصوير كانت مميزة جدًا كمان بروزت أداء أيزنبرج وتمبرليك اللي كان أدائهم في اللحظات دي حقيقي استثنائي. مع التصوير بقى نقدر نتكلم كمان إن المونتاج كان له دور كبير جدًا ومهم، لإن خاصةً إن الفيلم لمّا كتبه سوركن كنا بنتفرج شوية وبعدين نكتشف إن إحنا حصل لنا flash forward ودخلنا في حاجة في المستقبل، فبنكتشف إن إحنا كل ده يعني خلاص إحنا في flashback وبنفهم إن إحنا كل ده الفيلم عن الصراع بين إدواردو وكمان الثلاثي اللي كل واحد فيهم رافع قضية، كل طرف رافع قضية على مارك، وإحنا كل ده كنا في فلاش باك يعني. فالمونتاج كان مميز جدًا إن هو يقدر يخلّي الأمور سلسة جدًا، وكمان كان في لحظات بقى كانت بتبقى ممتازة، زي مثلًا لمّا اتقابلوا مع شون باركر أول مرّة، وفي النُص بنرجع المحاكمة نعرف آراء إدواردو فيها ونطلع تاني، كانت الحقيقة معمولة على أفضل ما يمكن. وكمان مناقشات الثلاثي التوأم وصديقهم، كانت القطعات والأسلوب فيه سريع ومميز، وحسّسنا كده إن إحنا قاعدين معاهم في وسط الخلاف. ويمكن اللي حد عايز بقى يقيس كمان إن المونتاج كان متميز إزاي، الsequence برضه بتاع face mash اللي هو كان في cuts كتير وأشخاص وlocations مختلفة، كل ده حصل وإحنا بنعرف بشكل سهل وبسيط إن مارك عمل موقع في الجامعة وعامل ضجة إزاي، وبنشوف ردود الأفعال، كل ده بمنتهى البساطة وكل ده من دون لخبطة، يعني في حد تاني كان ممكن يسوّحنا الحقيقة، بس بصراحة كان المونتاج مميز. ونيجي بقى كمان لواحدة من النقط اللي استخدمها فينشر بشكل هايل، هي الموسيقى. الموسيقى زي ما بيقول الصُنّاع بتاعتها إن كانت تحدّي برضه،
لأن الفيلم كلامي وما فيهوش مثلا لاندسكيب سينز، مثلا مناظر طبيعية أو رعب، فالفكرة إن المشاهد ما يزهقش من الكلام، والموسيقى تساعد وتدعم ده وتجذب انتباهه، كانت صعبة جدا. وهنا كان بالنسبة لي في يعني حاجتين حصلوا في الموسيقى أنا حبيتهم جدا بشكل شخصي. أول حاجة هي التراك المشهور اللي فيه البيانو، تراك عظيم جدا ومعمول بشكل ذكي جدا، وفي فن وإحساس كده من ناحية الموسيقى، لأن بنلاقي البيانو بيعبر عن الوحدة اللي فيها مارك، وهنلاقي فيه أصوات كده معمولة بشكل إلكترونيك ورا بتعبر عن الجو اللي فيه صراع وغضب ومشاكل. ويمكن هم قالوا إن هم استعانوا شوية بالخلفية الموسيقية دي، اللي هي يعني فيها زي إثارة الغضب والأفكار والتضارب والمشاكل اللي جوه حياة مارك، بنوعية المزيكا اللي كانت في فيلم ذا شاينينج اللي اتكلمنا عنه في الحلقة رقم 8، وتقدروا ترجعوا تسمعوها. فالتراك ده بالنسبة لي كان عظيم جدا، ويعني بصراحة الشكل اللي هو بيوضح مشكلة مارك، وفي نفس الوقت القالب الإلكترونيك أنا كان عاجبني، لأن هو كمان استخدام مزيكا إلكترونيك بتوضح اللي احنا فيه، احنا في حاجة عن فيسبوك وتكنولوجي وكده. فأعتقد ما كانش يبقى الأوركستريشن مثلا هو أفضل اختيار، لا، هما الشكل الإلكترونيك ده كان بيدعم الأجواء والعصر اللي فيه الفيلم. وهنا كمان هنلاقي بقى كمان الحاجات اللي فيها الشكل الإلكترونيك دي ظهرت لما كان مثلا بيشتغلوا على الموقع، فده فكرني شوية الطريقة اللي استخدموا فيها الموسيقى كانت شبه شوية الحاجات اللي اتعمل في الألعاب أول ما، يعني مثلا في نص الألفينات أو أول الألفينات شوية، حسيت إنها شبه الفيديو جيمز شوية. فادتنا إحساس كده بالتكنولوجيا، وادتنا إحساس بالمغامرة، وبكل مراحل اللعبة أنت تكسب بتخسر. فالجو بتاع اللعبة ده كان مميز جدا بالنسبة لي. فالحقيقة كانت الموسيقى نقطة موفقة جدا، وأدوات التصوير والمونتاج والموسيقى ورؤية فينشر، كل دول عرفوا يبروزوا شغل ايرون سوركن، ويخلونا نقدر يعني نتشد جدا للصراع اللي كان أطرافه برضو مميزين جدا. يعني لو بصينا على شخصيات ناريندرا والوينكل فوسز، هنلاقي ان هما مثلا في آراء ان هما بيمثلوا الشكل التقليدي للبزنس والشكل التقليدي للإليت. فده زي مثلا، وهنا بيواجهوا واحد زي مارك، فده مثلا ده كان شكل مميز للصراع. وهم كانوا دايما بيقولوا ان احنا الجنتلمان بتوع هارفارد ما ننفعش نعمل كده. كان تقريبا كاميرون هو تايلر كان هو شخصية ثائرة شوية عن الموقف وناريندرا، وكان كاميرون اخوه التوأم بيقول لا، يعني احنا برضو ما ينفعش تطلع الحكاية دي مننا. وهنا على الجانب الاخر بنلاقي شخصية ادواردو الصديق اللي مارك كان غيران منه بسبب أمور الكلوبز والحياة الاجتماعية جوه الجامعة. فقرر كمان يبعده بسبب أسلوبه النمطي في التفكير، خاصة بعد ظهور شون باركر. وأنا كمان بصراحة بشكل شخصي حبيت أداء أندرو جارفيلد في الشخصية دي. والشخصية بالنسبة لنا كانت، في ناس بيقولوا إنها بتوضح إن تصادم الفكر بتاع الناس اللي بيعتمدوا على شكل أكاديميك جدا، وهنا كان تم الإشادة بفكرة إن هو متعلم كويس في مقابلة من مقابلات الفيلم، وقصاد فكرة اللي هو انت متعلم ايه وانت عارف ايه، يعني انت اخدت دراسة ايه محددة. وعلى الجانب الاخر مارك اللي عنده سكيلز وحاجات هو عارف يستخدمها. ففي بعض الاراء بتقول ان هو ده نوع محدد كمان من الصراع. بس انا بالنسبة لي كانت كل الصراعات كاشفة وبتخدم ان احنا نتعرف اكتر عن شخصية مارك، وكل الصراعات كانت مراية لشخصيته. والشخصية الحقيقة بالنسبة لي كانت مميزة وغنية جدا، لأن شخصية مارك هو واحد عنده استعداد يعمل أي حاجة عشان يوصل للي هو عايزه. بتبدأ الفكرة عندنا إن هو بيسرق صور البنات عشان يعمل الموقع اللي هو بتاع فيس ماش، وبعد كده سرق فكرة الأخين، وبعد كده اعتماده على قدرات وفلوس إدواردو. يعني من الآخر هو عنده استعداد يدوس على أي حاجة وأي حد عشان طموحه. بس رغم كل ده هو مش فيلن، يعني مش فيلن شراني بقى اللي هو تحسوه قاعد بيدبر قوي هو هيعمل ايه وكل حاجة بتحصل عنده بدم بارد. بالعكس، هو طموحه هو رقم واحد عنده ومش عايز حد يقف قدامه. وكمان الغضب والغيرة بيتحكموا في بعض دوافعه. يعني هو كان بيغير من ادواردو، والغضب من العلاقة اللي فشلت خلاه برضو مش يعني ده خلق له دافع جديد وخلاه يعني هو عمل كل ده، هو مش في حالته الطبيعية أو حاجة، فخلاص يعني طلبت معاه كده فوصل للموضوع ده.
على بقى رغم كل ده بتلاقوا إن هو في لحظات المواجهة مع إدوارد وصديقه الوحيد اللي هو بيقول له أنت كان عندك صاحب واحد، هو ما كانش مستمتع أو ما كانش الموضوع بيتعمل عنده بدم بارد، بالعكس هو كان زعلان وعنده هزة كده وبيحاول يداريها بإنه يمثل إنه بارد. وهو بصراحة شخصية مارك على قد ما هو كل ده، أنا بالنسبة لي هو مش فيلن، هو تنح يعني، دي وجهة نظري الشخصية. هو يعني حتى كلامه اللي هو لا أنا مش مركز معاكم، أنا دماغي قاعدة في مكاتب فيسبوك ومش عارف إيه، هو عنده قدرة الاستفزاز والبرود. بس هو مش فيلن، هو بيحس، وده بيتأكد كمان في آخر مشهد لما بنلاقي ان هو قاعد مستني الفريند ريكوست اللي بعتها للبنت اللي سابته انها ترد عليه، وهو قاعد يعني تخيل حد عمل موقع وهي بقت على الموقع وما بتعبروش. فهنا سوركن بيتكلم ان مارك في اللحظة دي بيتحول لبطل لتراجيديا قديمة، لانه وصل لكل اللي هو عايزه من ناحية الطموح والحياة العملية، بس خسر كتير على المستوى الشخصي. ففكرة اللي هو انت وصلت للي انت عايزه بس ما خدتش اللي انت محتاجه. ويمكن هنا ده اللي اتكلم عنه بوستر الفيلم اللي كان ذكي جدا، لما كان كاتبين فيما معناه ان انت ممكن عشان توصل ل 500 مليون صديق لازم هتكون شوية عداوات. ففي النهاية انا شايف ان الفيلم اهم حاجة فيه واحلى حاجة فيه ان هو مش جادجمنتال، هو مش بيحكم على حد محدد، هو بيطرح لنا الحالة وبيطرح لنا الصراع وبيطرح لنا مكاسب الكل وخسائرهم. يمكن ادواردو والثلاثي خسروا أفكارهم، خسروا استثمارات، بس في الآخر أخدوا تعويضات. يعني احنا بنشوف هما خسروا ايه وأخدوا ايه، وبنلاقي مارك وصل للي هو عايزه ووصل لطموحه. بس بنلاقي الشخص اللي قادر يجمع مليون شخص على موقعه مش قادر يتواصل مع حد، وما عندوش علاقة اجتماعية ناجحة في حياته، لا علاقة حب ولا علاقة صداقة. وبنشوف ان الفيلم زي ما بيبدأ زي ما بينتهي، ان هو شخص عبقري بس في الأول وفي الآخر عايش لوحده، نفس اللي اتكرر في البار بشكل مظلم وشكل كده شبابي، إن هم قاعدين يعني بياخدوا درينك مع بعض، ونلاقي في الآخر إن هو قاعد في شكل مودرن وفي شكل منور أكتر، بس لسه وحيد وقاعد مستني إركا ترد عليه. فلحد هنا خلص كلامي عن واحد من أكتر الأفلام اللي بحبها، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، واحب اعرف رأيكم فيها على السوشيال ميديا. اكاونتس بتاعتي موجودة في الديسكريبشن بتاع البودكاست فوق، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.